لكن قبل أن نبدأ اتركوا دعاء بالشفاء العاجل للاعب أشرف حكيمي، واضغطوا على زر الإعجاب لهذا الفيديو. شهدت المباراة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ التي أقيمت مساء أمس حادثاً مؤسفاً ألقى بظلاله على اللقاء. ففي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تعرض أشرف حكيمي لتدخل عنيف من اللاعب الكولومبي لويس دياس، الذي قام بتدخل خطير من الخلف على قدمه المدافع المغربي، حيث رفع دياس قدميه عن الأرض بشكل متهور، مما أدى إلى إصابة حكيمي في الكاحل. التدخل الذي اعتبر خطيراً تم اللجوء فيه إلى تقنية الVAR، حيث قرر الحكم طرد لويس دياس بعد التأكد من شدة التدخل، في حين خرج حكيمي من الملعب باكياً وهو يعاني من آلام شديدة في قدمه، واضطر لاستخدام العكازات لمغادرة الملعب، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. بينما والدة أشرف حكيمي كانت محطمة نفسياً وتبكي بحرقة. هذه الإصابة تثير القلق ليس فقط في صفوف باريس سان جيرمان الذي قد يفتقد خدمات أحد لاعبيه الأساسيين لفترة طويلة، ولكن أيضاً في صفوف المنتخب المغربي، إذ تقترب بطولة كأس الأمم الإفريقية بسرعة وستقام في المغرب، وهو ما يجعل الغياب المحتمل لحكيمي ضربة قاسية للمنتخب المغربي. فإذا استمرت فترة غيابه طويلاً فقد يضطر إلى عدم المشاركة في البطولة. وفي النهاية شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منه.